هو مين المجنون اللي عمل أول سلاح نووي في التاريخ؟ قبل شهر واحد من الحرب العالمية التانية يستقبل الرئيس الأمريكي خطاب من العالم ألبرت أينشتاين، وكان مضمون الخطاب مصيبة حرفيا هتغير شكل العالم، وهي إن في 2 من العلماء الألمان اكتشفوا الانشطار النووي. وعشان تفهم يعني ايه انشطار نووي، والصراحة لقيت دي يعني أبسط طريقة ممكن تفهم بيها الموضوع، وهي إن كان في لعبة زمان عبارة عن إنك بترمي سكاكين على قرص خشبي، فيقوم القرص الخشبي مقسوم نصين. فهمت الموضوع؟ شيل بقى القرص الخشبي وحط نواة عنصر ثقيل زي اليورانيوم، وشيل السكاكين وحط نيوترونات، وبوم بقى عندك انفجار ذري عملاق خارج منه طاقة كفيلة تدمر دول. فتخيل معايا نصيبة زي دي يتم اختراعها وتحت ايد مين؟ عمك هتلر. الرئيس الامريكي فكر نعمل ايه قال بس لقيتها. انا كده عندي اكتر من 100,000 عالم بيحاولوا يعملوا نفس التجارب ونفسهم يوصلوا لنفس النتيجة، ولكن المشكلة انهم مشتتين كلهم في مناطق مختلفة وبعيدة عن بعض. بس خلاص عرفنا المشكلة، هحلها، هجمعهم كلك في مكان واحد وهنسمي المشروع بتاعهم مشروع منهاتن، تحت قيادة مين بقى؟ المعلم روبرت اوبنهايمر. والصراحة اوبنهايمر كان مزيج مثالي بين العبقرية وبين غرابة الأطوار، لدرجة إن هو حاول يقتل أساتذته في الجامعة أكتر من مرة. المزيج الأفضل والجنوني لاختراع أول قنبلة ذرية في التاريخ. وفي 16 يوليو سنة 45 تم عمل الترينتي تيست، أول اختبار نووي ناجح لقنبلة ذرية مدمرة. وأول ما شاف أوبنهايمر النتيجة قال جملته الشهيرة Now I become the death. Now I become the destroyer of worlds. ويتم بعدها استخدام أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية، ويموت مئات الآلاف من البشر، عشان بعدها يعيش أوبنهايمر وكل العلماء اللي شاركوا معاه في اختراع القنبلة في ندم وصراع نفسي لآخر يوم في حياتهم.